طارق جميل سرحان في ايه؟ ابدا يا استاذ فوزي ولا حاجه. اكيد كل واحد عنده همومه. وهمومك واخداكي. فعلا يا استاذ فوزي، انا حاسه ان انا في دوامه عماله تاخدني لتحت، بس انا عندي امل في ربنا كبير ان انا ان شاء الله هخرج منه. لو ما فيهاش تطفل اقدر اعرف الدوامه اللي واخداكي دي ايه؟ ابدا يا سيدي، طليق عايز يرجع لي وانا استحاله ارجع له. معذور يا سهام، انت اللي يعرفك ما يسيبكيش. افندم، ما تفهمنيش غلط، بس انا بقول الحقيقه يعني. انت شخصيه نادره فعلا، اللي يعرفك ما يسيبكيش. وبعدين انت بتزعلي من المديح ولا ايه؟ عارف مشكلتي ايه يا استاذ فوزي؟ ان انا انسانه عايزه تختار حياتها بنفسها، مش عايزه تبقى مجرد حته تحفه تتشال من هنا وتتحط هنا. من حقك انك تعيشي وتختاري. انت بتتكلم بجد يا استاذ فوزي؟ طبعا بتكلم بجد. غريبه، اول مره اشوف راجل بيقول الكلام ده. صوابعك مش زي بعضها يا سهام، والمشكله انت بتعاني منها، انا كنت بعاني منها. طليقتي كانت متسلطه وعايزاني امشي على العجيب ما لخبطوش. معقوله في ستات قادره للدرجه دي؟ قادره؟ هي قادره وبس. ما بقول لك حاجه، ده انا لولا نعم ربنا خلصني منها. سهام، عايز اطلب منك طلب بس ارجو ما تحرجنيش. بعد الضحك اللي ضحكتوني ده حضرتك تؤمر. ممكن نتغدى سوا النهارده؟ ميرسي ميرسي يا سهام قوي، ميرسي. يلا بقى. مالك يا آدم؟ صح؟ مش عايزة تقولي كده؟ سرحان كالعادة. في ايه يا ادم؟ في ايه؟ في اللي حصل لي واللي لسه هيحصل لي. يا ابني ما باسبورك جه وبابا ظبط لك كل حاجه وبكره تسافر وهنا تحصلك وكل حاجه هتبقى كويسه. خلي عندك امل يا ادم. يا نانسي، الأمل ده للناس اللي بتحلم، إنما أنا مبقتش أعرف أنام أساسا عشان أحلم. انا ما احبش اشوفك يائس كده. ده انت انسان قوي. ده اللي عملته ده مفيش حد في الدنيا يقدر يعمله بسهوله. تعرفي يا نانسي، مش أنا قتلت، بس ضميري مرتاح عشان ربنا عارف أنا عملت كده ليه. وتعرفي كمان يا نانسي، أي دموع في عينيا بتبقى ليه؟ مش عشاني ولا عشان الظلم اللي أنا بشوفه، عشان أمي واللي حاساه دلوقتي. تخيلي كده، اتحرمت من ابنها، وبعد شوية اتحرمت من أبويا وإخواتي. إخواتي اللي ما بقى لهمش راجل ولا ظهر ولا حد يخاف عليهم ويجيب لهم حقهم. البركة في أخويا يحيى، ربنا يحميه. وهنا، هنا حلم عمري اللي مش هيكمل. لا هيكمل، هيكمل يا ادم. بكره تسافر وتعيش في بلد بره بعيد عن الخطر وبراءتك تظهر بعدها، وهنا هتروح لك وهتعيش حياه جميله. وبكره اللي حصل ده كله يبقى ذكرى تحكيها لولادك في يوم من الايام وتضحك عليها. ولادي؟ تفتكري يا نانسي؟ ما تبقاش متشائم كده يا ادم. هسألك سؤال وترد عليا بصراحة. عمرك كنت قاعد كده في لحظة كنت متضايق ولا حاجة قلت لنفسك أنا إيه اللي خلاني أعمل ده كله عشان بنت مسيحية؟ أي واحد اتربى على الأرض دي كان هيعمل كده. أنا عارف كويس جدا إن اللي راحوا ضحوا بحياتهم وحاربوا عشان أنا وإنت نعيش في أمان دلوقتي كانوا جدك وجدي، أبويا وأبوكي، كانوا مسلم ومسيحي، ما كانوش بيقولوا حاجة غير الله أكبر، تحيا مصر. أنا وإنت مصريين يا نانسي، ولاد وطن واحد، يعني إخوات.
ما تسألنيش السؤال ده تاني، ممكن؟ مالك يا هشام؟ عمال افكر من امبارح في موضوع العمليه دي. المشكله انها 100,000 دولار، يعني 600,000 جنيه. هنجيبهم منين؟ ما انا عارفه يا حبيبي، ان شاء الله ربنا عالم بالحال، كل حاجه هتتطبق. انا هبيع العربيه، هتجيب يعني حوالي 50-60,000 جنيه مش اكتر. وانا هكسر الوديعه اللي كان بابا عاملها لي الله يرحمه، هتجيبي 90,000 جنيه على شبكتي وشويه الصيغه اللي عندي، يعملوا 50,000 جنيه تانيين. هتبيع شبكتك؟ طيب ادي 50 و50 و90، يعني حوالي 190، يعني قولي 200. يعني هيبقى فاضل 400,000 جنيه لسه. انا هبيع الشقه. ايوه، مفيش حل تاني. الشقه ممكن تجيب لها بتاع 300,000 جنيه، ونروح نسكن عند بابا بشكل مؤقت، يعني لغايه لما ربنا يفرجها ويحلها من عنده. هو حل كويس، بس بالشكل ده احنا حياتنا اتدمرت خالص. حياتنا ولا هايدي؟ اكيد هايدي. يبقى خلاص، ما تفكريش في اي حاجه دلوقتي الا هايدي وبس. بس كده هيبقى فاضل حوالي 100,000 جنيه يا هشام لسه. انا ممكن اخد من بابا 30,000 جنيه، وانا ممكن اخد 20 من ماما انا كمان. يبقى اللي فاضل كده 50. اللي فاضل كده 50,000 جنيه. ايوه حبيبي، ان شاء الله ربنا هيفكها من عنده. يا رب. هو عالم بينا. يا رب انا ما حلتش حاجه تاني، والله والله ما حلتي حاجه تاني. حبيبي احنا كده قربنا على المبلغ اللي الدكتور عايزه، وان شاء الله ربنا هيفرجها. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، اكيد في حل، اكيد في حل، بس احنا عشان متوترين فالحل مش جاي في دماغنا. ان شاء الله خير يا حبيبي باذن الله. اطلع بس انت ارتاح شويه عقبال ما اجهز لكم الاكل، يلا عشان خاطر. وانت فاكره ان ممكن حد يجيله نفسي ياكل؟ هطلع بره اشرب سيجاره.